قلت لكم أتكلم بالصراحة، والكلام اللي بقوله أنا حسبوه علي وأتحمل مسؤوليته. الجاهل محمد الجويهل لما يجي ويحط قناة ويطلع بالفضائيات وبالصحف يشتم أهل الكويت ويدعي في خياله ومخيلته أن في سور يضم أهل الكويت وسور يضم ناس غير كويتيين، ويقعد في مجالس أكبرها واسمنها في هذا البلد، وعقب ذلك يجون يتغنون يقولون الوحدة الوطنية خط أحمر وسنضرب بيد من حديد كل ما يتعدى على الوحدة الوطنية. شلون بتضرب بيد من حديد على من يضرب الوحدة الوطنية وأنت تستقبلها في مجلسك؟ سور الكويت معروف، سور الكويت شمال العراق وجنوب السعودية، وغير ذلك ما في أي سور غيره. أبناء قبائل وحضر وسنة وشيعة كلنا كويتيين، وما نقبل شخص تافه مثل هذا يفرق أبناء الكويت. ورسالتي أوجهها بالخصوص حق أبناء القبائل، إذا تعتقدون أن محمد الجويهل يمثل الحضر فأنتم غلطانين. محمد الجويهل يمثل نفسه، فلا تحطون اللوم علينا ولا تحطون اللوم على أي شخص آخر. الطائفي يمثل نفسه، والقبلي يمثل نفسه، والعنصري يمثل نفسه، وما نقبل بالمزايدات.